الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ما دامت السماوات والأرض. لك الحمد فطرتنا وهديتنا وآويتنا وأطعمتنا وأسقيتنا وشفيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد، فرد قيوم صمد، من استعان به أعانه، ومن استغفره غفر له. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع هاطل، فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك شامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعله. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك ومن يسمعنا ممن خلقت بأننا ما أحببنا حبيبا كالمصطفى، ولاشتاقت أرواحنا إلى مشتاق إليه كالمجتبى، فاجمعنا به في مستقر رحمتك وأنت راض عنا. وبعد أوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله عز وجل ومراقبته وذكره، واعملوا ليوم يجعل الولدان شيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معاشر المسلمين، يقول ربنا في محكم التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها الناس، ونحن اليوم ندخل شهرا جديدا من أشهر العام الجديد، ندخل في شهر صفر. وصفر الشهر الثاني من
السنة الجديدة الهجرية كان العرب يؤخرونه ويقدمونه. قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه القرآن النسيء، فكانوا يجعلونه مرة مكان المحرم إذا أرادوا أن لا يقاتلوا، ويجعلون المحرم في مكانه في عام آخر، هكذا دواليك. يلعبون بالشهور تماما كما كانوا يئدون البنات، كما مر معنا في الأسبوع الماضي. أمة عربية عرب، لكنهم من غير إسلام وإيمان، من غير إسلام وإيمان كانوا يفعلون ما لا يخطر لك على بال. واليوم يلعبون بالشهور، فيجعلون صفر في المحرم ومحرم في صفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. أجل هكذا كان أجدادنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وجاء المصطفى في حجة الوداع ليثبت الشهور في مكانها وليحج أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر ذي القعدة، ويحج في شهر الله الحرام ذي الحجة. وصفر شهر كان العرب يتشاءمون منه وفيه، ولذلك جاء الحديث في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. قال أعرابي: يا رسول الله، أرأيت إلى إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فيدخل فيها فيجري لها جميعا. يقول له المصطفى: فمن أعدى الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والقراءة الصحيحة عند المحدثين بالتخفيف: ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. قال أعرابي: يا رسول الله، إبلي تكون في الرمل كالظباء، فيأتيها بعير أجرب فيجربها. قال: فمن أعدى الأول؟ وفي زيادات مسلم رحمه الله وقدس روحه يقول: ولا غول ولا نوء، ولا غول ولا نوء. أتكلم هنا عن العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يفسر أهل العلم صفر على قولين. أخذ البخاري بالأول، وهو أن صفر عند العرب حيات تخرج في البطن فتأكل الماشية والإنسان، وكان مرضا يعدي. يعتقدون بحية تخرج في البطن في الأمعاء فلا تزال تأكل صاحبها حتى يفنى، ولذلك كانوا ينبذونه ويقولون أصيب بصفر. وإلى هذا الرأي ذهب الإمام البخاري رحمه الله عز وجل، وذهب غيره إلى أن الصفر في الحديث هو ذات الشهر الثاني من العام الهجري، أن العرب كانوا يتشاءمون بصفر، والحديث يجري على هذا الظاهر: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أما العدوى فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعتقد بأن هذه العدوى هي التي أمرضتك، ولكن الذي أمرضك الله.
وهو الذي يشفيك، قد تكون سبب. ولذلك قال في مؤخر الحديث: وفر من المجذوم، فرارك من الأسد لا تجلس إليه. وفي الترمذي: لا يدخل ممرض على صحيح، يثبت العدوى لكنه ينفيها في أول الحديث، ينفيها اعتقادا ويثبتها تعاملا. إذا جاءك المرض فهو من الله سبحانه وتعالى ولا طيرة. قال ابن حجر في فتح الباري: والطيرة والتشاؤم شيء واحد، لا تتطير ولا طيرة ولا هامة. أما أجدادنا العرب بغير محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يعتقدون أن طائرا في الليل يخرج من عظام رأس الميت يقال له هامة. وقال بعضهم: بل هي البومة الشهيرة، يتشاءمون بها ويتطيرون بها. يقول لهم رسول الله: ولا هامة ولا صفر، لا تتشاءم بالشهور ولا بالطيور ولا بالأيام ولا بالأشخاص. وإذا جاء الأمر إلى عنايتك بجسدك فر من المجذوم. وفي زيادات مسلم: ولا غول ولا نوء. وكان العرب أجدادنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون بالغول الذي عادة ما يخوف به الصغار، يقولون هو شيء من الجن يخرج في الفلاة في الصحراء. أجل كانوا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي قبل رسول الله يأكلون الميتة ويشربون الخمر والدم ويئدون البنات. وفي مسند الدارمي: حتى إذا دفنتها في بئر قريبة من أهلي كان آخر عهدها بي أنها قالت: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، لكن العربية رماها في قعر البئر وقتا. أجل نحن اليوم في سفر، ولا هامة ولا صفر. المؤمن لا يلبس نظارات السود، المؤمن يا سادة، ونحن في أيام أحوج ما نكون فيها إلى ما يسمونه اليوم في لغة العصر الإيجابية. في التنمية البشرية يقولون إيجابية، أو يسمونها نصف الكأس الملأى. ومن قبلهم جاء المصطفى بعد أن تصلوا عليه ليجعلك تنظر إلى الدنيا نظرة مختلفة، نظرة كلها عمق، ليس فيها خرافات، ليس فيها خزعبلات، وإنما نظرة إيجاد، نظرة بناء للدنيا وعمران لها وعمران للآخرة وعمل لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كان العرب يقولون: إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يرونها في أشهر الحج من أفجر الفجور. سفر لا يسافرون فيه، لا يتزوجون فيه، لا يبيعون فيه، فإذا اضطروا إلى الحرب والقتال نقلوا المحرم إلى سفر وقاتلوا وحاربوا. فجاءت الآيات: إنما النسيء زيادة في الكفر. أيها المسلمون، ما كانت الطيرة ولا التشاؤم في جانب إلا وكان الإيمان في جانب آخر. قال تعالى على لسان المرتدين من بني إسرائيل: قالوا لموسى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وفي أصحاب القرية من ياسين قال لهم الكفرة من أهل القرية: قالوا إنا تطيرنا بكم، تشأمنا منكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أينما كانت الطيرة والتشاؤم كان الإيمان في الطرف المقابل. وهكذا المسلم
لا يكون صفريا ولا جاهليا، وإنما يكون مسلما مندفعا يعيش ساعته ويترك الغيب بيد الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. أجل معاشر المسلمين، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عز وجل عنه أن المصطفى قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثلاثا قالها، ثلاثا، ثم قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال شراح الحديث كالنووي في مسلم: وما منا إلا، قال رفع النبي الجواب حتى لا يأتي بالجواب باللغة التي تظهرك أن فيها شيء من التطير والتشاؤم. وما منا إلا أي قد يصيبه شيء من ذلك، وكان قدر الله أمر الله قدرا مقدورا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وفي الصحيحين من حديث عمران بن الحصين: ليس منا من تطير أو تطير له. لا تطير بالأيام ولا بالأشخاص ولا بالشهور ولا بالساعات ولا بالأمكنة ولا بالحيوان ولا بغيره، وإن ذلك خارق لعقيدة التوحيد التي قوامها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا سأل سائل عن قول الله عز وجل على لسان إبراهيم في الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفين، فلماذا أضاف المرض إلى نفسه؟ قلنا هذا من أدب الأنبياء. أدب الأنبياء لم يشأ إبراهيم أن يضيف المرض إلى الله، لم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين، مع أن الممرض هو الله، لكنه تأدبا قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وأما صفر فرد التاريخ على المشركين والجهلة بأن فيه أحداثا جساما عظام حصلت في صفر، وكان فيها البر والخير والنصر. ففي صفر كان فتح خيبر، وفي صفر كان زواج النبي من خديجة رضي الله عز وجل عنها وأرضاها، وفي صفر كان زواج علي من فاطمة البتول الزهراء التي جعل الله عز وجل الآل من نسلها إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وفي صفر كان إسلام رجلين عظيمين من عظام هذه الأمة: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وفي صفر كان بعث أسامة إلى الروم إلى الشام. فمن قال أن صفر شهر التشاؤم والطيرة، وشهر لا بيع فيه ولا شراء ولا زواج ولا غير ذلك، تشاؤم تطير. أيها الناس، أقول هذا لأن المرجفين قد كثروا في أيامنا، وصاروا يدندنون على أوتار التشاؤم والتضليل والإرجاف. خربت الدنيا، شوف العالم، انظر القتل. نعم أنا أرى، أنت ترى، لكن المؤمن الإيجابية بلغة العصر، المؤمن المنطلق العامر للأرض بلغة القرآن، لا يرى الظواهر وإنما يرى من خلالها أمر الله سبحانه وتعالى. فإنه ما كان إلا بأمر الله سبحانه، ولا يرفع إلا بقدره وأمره جل شانه عندما يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في حديث مسلم يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه: إذا قال الرجل هلك الناس كان أهلكهم. إذا قال هلك الناس ما بقي في خير في الأمة. انظروا إلى الأشلاء، إلى الدماء، إلى الأصوات، إلى القصص. انظروا إلى حال المسلمين الذي يبكي الصغير والكبير. نظارة سوداء ينظر إلى الكأس الفارغة، نصف الكأس الفارغة، حياة انتهت، قيامة قربت، الساعة دنت. نعم، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ اسمع ماذا يقول لك المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث يعجز أهل اللغة والبلاغة والبيان والفصاحة لو اجتمع عليه أصحاب المعلقات وأصحاب القصص والسير.
لانحنوا أمامه إجلالا. يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. قيامة يا رسول الله، قامت الساعة، أتت والساعة انتهت معها الدنيا. والفسيلة قال كثير من شراح الحديث هي تقال لزرع النخل، والنخل معروف أنه طويل الأمد. كيف نزرعها يا رسول الله؟ لو كانت ستنتج بعد دقيقة واحدة ما كنا نفيد منها شيء، كيف نزرعها؟ والقيامة قامت والساعة أتت وإسرافيل نفخ في الصور وانتهت الدنيا ورحل الناس. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لأنه مؤمن، ولأن الغيب بيد الله عز وجل، ولأن الذي خلق النصر والهزيمة، والذي خلق الليل والنهار، والذي كور الأرض قادر سبحانه وتعالى أن يقلب الموازين في ساعة. أيها المسلمون، أقول للمرجفين المتطيرين المتشائمين: اقرأ في البداية والنهاية لابن كثير، يقول رحمه الله عز وجل وهو يؤرخ لحقبة التتار والمغول الذين داسوا كل حضارة وشربوا من دماء المسلمين حتى أنهم لم يرتووا. قال ابن كثير: كان التتري يأتي إلى المسلم والمسلم أعزل لا سلاح معه، والتتري أعزل لا سلاح معه، فيقول التتري للمسلم: انتظرني حتى آتي بالسلاح فأقتلك. ماذا يفعل المسلم؟ قال ابن كثير: فيقف المسلم في حر الشمس ينتظر حتى يأتي التتري بسيفه فيذبح المسلم. أجل، مر هذا على الأمة، لكن الله عز وجل قيض لها المظفر سيف الدين قطز، وكانت عين جالوت. أجل، الأيام لا تظل على حال، والذي بيده تقلب الليل والنهار يقلب هذا البلاء نعمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لا سفر ولا هام ولا طيرة ولا بوم ولا غراب. نحن أمة تعتقد بأن ما كان إلا بأمر الله ما كان ليكون، ولا يرفع إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. أيام هنا في فلسطين الجريحة قريبا من جنين ودحر التتار. سلني الآن أين هي تلك الأمة التي أكلت الأخضر واليابس؟ هم الآن في جمهوريتين، واحدة تتبع لروسيا الاتحادية تترستان، وأخرى تتبع للصين الشعبية منغوليا. بينهم مع أنهم أسلموا، كل هذه الشعوب والجيوش أسلمت بأمر الله عز وجل. اقرأ التاريخ جيدا واعلم أننا لا نعيش ساعتنا هذه، بل ننظر للغيب الذي بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأن المؤمن يعيش على رائحة الأمل. إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. والقيامة قامت، نعم، وهي فسيلة نخل قد تحتاج إلى سنين لتنبت وتعطينا البلح والتمر والنخل والثمر. قال فليغرسها، لأنك مؤمن ولأنك تعيش إيجابيا تعطي الغير وتبث في الناس روح الأمل. أيها المسلمون، وعجالة أمر على مواقف خالدة في تاريخكم الإسلامي. تاريخنا الإسلامي تاريخنا بدأ يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخنا لم يبدأ بعنتر ولا بعبلة، ولا تاريخنا بدأ بمحمد بن عبد الله، ولن ينتهي إلا والنصر حليفنا، والأمة تقود العالم بأمر الله عز وجل وإذنه. أيها الناس، لما جاء المصطفى يرتعد كأنه السعفة في الريح إلى بيت خديجة بنت خويلد، بيت فقير في مكة المكرمة التي لا ماء فيها ولا حياة، مكة التي كان أهلها يقتتلون، التي كان أصحابها يعيشون على القصائد وغير ذلك. قالت: لا والله يا ابن عم لن يخزيك الله أبدا. إيجابية، تعيش متفائلة،
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، فلا والله يا ابن عم لن يخزيك الله أبدا. نحن بحاجة إلى هذه النساء اليوم في بيوتنا. خرج الدنيا غلي، كل غلاء، أجارات غالية، سوق الخضرة، شوف الناس، سوق قتل. نعم نحن نرى كما ترى أنت، لكننا نبحث في ركام هذه الأيام الصعبة عن فسحة بسيطة نعيش فيها. أما تكفينا قنوات الأخبار؟ أما يكفينا حتى أنت أيضا صرت مرجفا ومشيعا للإشاعات؟ في تاريخنا يا أخوة ما تقر به عيوننا من لحظات إيجابية عاشتها الأمة. من ذلك أن رجلا دمشقي، نسبه مغربي قديم لكنه دمشقي، كان يعيش هنا في الشام، وكان من فقره ينام في كلاسة هنا قريبا من الجامع الأموي. كان من فقره لا يجد مبيتا يبات فيه. قيل أنه أتى من حوران واستقر في دمشق، وقيل أن مولده في دمشق وقد بلغ من الكبر عتية. وكان من فقره ينام في الكلاسة، وكان كبير، ما كان صغير طفل شاب يعني. نام يوما فاحتلم، أصابته الجنابة فقام إلى بركة المسجد فاغتسل وهي باردة، ثم أصابته مرة أخرى فقام واغتسل، ثم أصابته مرة ثالثة فقال والله لأطلبن العلم، والله لأطلبن العلم. رجل كبير ينام في الجامع، الآن تطلب العلم. قال فلما أصبح غدا فقرأ التنبيه، وكان أفضل كتاب في زمانه. أحدثكم عن العز ابن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك، والذي جر ملوك مصر إلى سوق النخاسة فباعهم ورد ثمنهم في بيت مال المسلمين. لا تقل كبرت، لا تقل حرمت، لا تقل انتهت، لا تقل خلصت الدنيا، لا تقل صفر، لا تقل بومة، فإن ذلك من أعمال الجاهلية والشرك. ولكن المؤمن يعيش للخطوة التالية، يعيش لليوم الثاني، يعيش حتى يملأ الأرض عدلا وإيمانا وبرا ودعوة وتقوى. اللهم فحقق لنا ذلك قريبا عاجلا غير آجل، بأنك أنت الله الذي إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. أقول ما تسمعون واستغفر الله، فاستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق والبشر. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال وأنزل قائلا عليما وأمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برضوانك واشملنا بعفوك وإحسانك أجمعين. واعلموا معاشر المسلمين أن زكريا عليه السلام يوم سأل ربه عز وجل الولد كان قد طعن في السن وشاخ واشتعل الرأس شيبا كما وصف ربنا في القرآن العظيم. بل وزاد من التعقيد الأمر أن زوجه كانت عاقر لا تنجب الأولاد والأطفال، لكن ربك سبحانه وتعالى كتب لزكريا الولد. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. تعجب زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أيها المسلمون هكذا يعيش المسلم، يعيش المسلم على أمر الله سبحانه وتعالى وقدره عز وجل. نقرأ في سورة النمل التي سورة طويلة كبيرة عظيمة سميت بسورة النمل، حتى إذا أتى على واد من النمل سليمان ومعه الجنود، وكان يفقه لغة الطير والجن والإنس والحيوان،
وكانت نملة قد خرجت عن سردها. قالت نملة، وعادت النملة إلى سردها وعشيرتها تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة إيجابية ما اختبأت في جحر وقالت انتهينا خلص، شوف سليمان جنوده جن وإنس وطير كلهم، وهي نملة ومعها مجموعة، قالت سيحتمنا وانتهينا. لا، ذهبت إلى قومها وعشيرتها وسربها. قال أهل اللغة ما أرسل الله خطيبا أخطر من نملة سليمان. خطيبة لما؟ قالوا في جملة واحدة، قالت ونادت ونبهت وأمرت ونهت وعرفت ونكرت ثم اعتذرت. قالت نملة يا أيها النمل، نادت ادخلوا أمرت مساكنكم، عرفت لا يحطمنكم، نهت سليمان، عرفت أخرى وجنوده وهم لا يشعرون ثم اعتذرت عن سليمان. الإيجابية أن تعيش لليوم الثاني، أن تكون في المجتمع فاعل رقم، لست صفرا على شمال واحد. هكذا يكون المسلم معاشر الإخوة، كل في مكانه، وأن يضع بصمة في دنياه وأن يرحل عن الدنيا وقد أخذ معه ما يصلح بالعرض على الله سبحانه وتعالى. واعلموا معاشر المسلمين أن ضيوفنا لا زالوا يجمعون جامع إبراهيم الخليل، وأن الخير فيكم وفينا بإذن الله عز وجل ما دامت السماوات والأرض، وأن مساجدنا لن تعمر إلا بسواعدنا. اللهم عوض على منفق خلفا، أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واكتبنا في ساعتنا هذه من المقبولين. اللهم إن لك خلقا في يوم الجمعة تعتق رقابهم من النار، وإن نارك لن تتسع بنا ولن تضيق بنا جنتك وأنت أرحم الراحمين، فاعتق اللهم هذه الساعة رقابنا من النار. اللهم اقض لنا كل حاجة ويسر لنا كل عسير، وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا قلوبا بك مطمئنة ترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ولا تصرف قلوبنا إلى شيء قد صرفته عنا يا حي يا قيوم. اللهم متعنا بكمال رضاك عنا ما أبقيتنا وأحييتنا، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوى المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إن أهل الشام يستصرخونك، إن أهل الشام يستغيثونك، إن أهل الشام يستغفرونك. إن الأمم قد تكالبت علينا وخاضت ظنوننا إلا بك، وانقطع رجاؤنا إلا منك، وعز نصيرنا إلا من جلالك، وقل اعتمادنا إلا على جنابك. يا من إذا أردت أمرا أن تقول له كن فيكون، نسألك فرجا يفرح القلوب وتسمع له العيون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حلالا طيبا واستعملنا صالحين، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب يوم الدين. اللهم متعنا بنعم هذه الدنيا واجعله متصلا بنعم يوم الدين، وحقق اللهم فينا قولك وكتبه متشابهة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا. اللهم أنزل على آبائنا وأمهاتنا من رضوانك وغفرانك أحياء ميتين ما تقر به عيونهم وترضى عنا قلوبهم إلى يوم الدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.